اوعوا تفرطوا فيه، كنز كنز. التزموا بيهم وقت الكرب، وقت ما تكونوا موجوعين، حزانه، مكروبين، عندنا امر شاق، عندنا اي حاجه، رايحين الامتحان بمناسبه الثانويه العامه، والدعاء ده حلو قوي، او انت نفسك في زوج صالح عليكي دين. السلام عليكم ورحمه الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله. يا صباح السعاده، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم الصحه والعافيه. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. مبدئيا قبل ما ادخل في موضوع الفيديو، حابه ان انا اشكركم شكر خالص من قلبي. كل حد كتب لي كومنت حلو جبر بيه خاطري وفرح قلبي وادخل السرور على قلبي، والله العظيم انتوا نعمه من رب العالمين ليا، وجيتولي في وقت انا فعلا محتاجه فيه الحب صادق، حب خارج من القلب، والحب اللي من ورا الشاشه ده اللي بدون اي مصلحه، حب خالص من القلب. شكرا على كلامكم الحلو على كل الفيديوهات، انا مش عارفه اشكر مين ولا مين، بجد كلام خلاني ابكي من فرحتي. وكمان كلامكم على الانستجرام، والله العظيم انا يعني في قمة سعادتي بكرم رب العالمين عليا بحبكم ليا، وده اللي انا كنت نفسي فيه، وده اللي انا كنت بتمناه. حب خالص، حب صادق، حب طالع من القلب، ودعوة طالعة من القلب. فشكرا ليكم، كان لازم اقول لكم الكلمتين دول، وعايزه اقول لكم انا فعلا بحبكم. اللي يكبر بخاطري احبه، اللي يقول لي كلمة حلوة طيبة احبه، اللي يلمس جوايا حاجة كويسة ويصدقني ويصدق فيا الاخلاص احبه، لان انتوا نعمة من ربنا. جيتولي في وقت انا فعلا كنت فيه محتاجة لإيد تطبطب او لكلمة تطبطب. انتوا عوض ربنا ليا سبحانه وتعالى. بطلي بقى رغي يا سمسم، وقولي لنا المختصر المفيد في فيديو النهارده. من ضمن الادعية الجميلة اللي انا شخصيا عملتها بيقين، دايما اقول لكم مش تجربة ولكن بيقين، لان انا ما بجربش مع رب العالمين. كل حاجة في حياتي انا بعملها بيقين. كل مكروه، حزين، كل خايف، لكل اللي مستني حاجة، لكل اللي بيتمنى حاجة، لكل اللي موجوع، لكل اللي عايز الزوج الصالح، لكل اللي عايز الذرية، لكل اللي عايز الرزق، لكل اللي عايز السعادة. رواية حصلت مع أحد الصحابة وفيها دعاء جميل جدا جدا. خلينا نحكي بقى قصة الدعاء. هكلمكم بالعامية، يعني باللغة العادية كده المفهومة، مش بنص اللغة العربية، علشان برضو توصل لكل الناس، وبنحكي يعني كأننا احنا بنحكي كده مع بعض وبنبشر بعض. طيب، عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال إيه بقى؟ كان في رجل من الصحابة يكنى، يعني بيتقال الكنية بتاعته أو الاسم بتاعه بأبي معلق. هو كان رجل من الأنصار، كان عنده مال بيتاجر فيه لنفسه ولغيره، فكان بيروح بيه في الآفاق، يعني بيلف بيه كده في كل البلاد بيتاجر. عارفين انتوا زمان كان القافلات اللي بتتاجر هنا وهنا. فهو الصحابي ده فكان ماشي في الصحراء، ماشي عادي بالمال بتاعه وراجع، نزل عليه لص له حرامي عايز يسرقه وعايز يقتله. يعني مش بس يسرقه مثلا ياخد المال بتاعه ويطلع يجري، لا، ده عايز يسرقه من كتر الجبروت بتاعه، يعني عايز يسرقه وعايز ياخد المال بتاعه. فرد عليه ابي معلق وقال له ايه؟ المال فهو ليك، يعني في دمي، او ان انت تقتلني يعني خلاص ما يخصكش، او وشأنك فيه ايه؟ قال له المال كده كده ليا، انا كده كده هاخد المال منك، وانا مش عايز غير دمك. لا اله الا الله، ده انت حرامي غلس قوي. قال له طب اديني فرصه كده اصلي ركعات كده، يعني اصلي. فالحرامي من حسن خلقه يعني من كرم اخلاقه قال له ماشي صلي، مفيش مشكله صلي. فابي معلق راح صلى 4 ركعات. جه في السجود الاخير، كده وهو ساجد خلاص، هو خلاص على مشارف الموت، ما هوش عارف، خلاص قدامه الحرامي وعايز يقتله، مديله وخد ماله ومديله فرصه ان هو يصلي. لا ملجأ من الله إلا إليه، أمن يجيب المضطر إذا دعا. هيعمل إيه؟ دعا رب العالمين. قال دعاء جميل قوي قوي قوي، هتشوفوا عمل إيه في السماء، وهتشوفوا بعد ما قال الدعاء ده إيه اللي حصل له. وبعد كده نقول الدعاء ده إزاي ونعمله إزاي وهينقذنا إزاي. الدعاء بيقول هو في السجود خلاص وهو ساجد، قال إيه؟ يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص. وبعدين قال إيه؟ يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني 3 مرات. بعد ما قال الدعاء ده حصل إيه بقى؟ شوف المعجزة اللي حصلت. في فرس جاي كده من بعيد عليه فارس،
والفارس معاه حربة. عارفين انتوا الحربة اللي كانوا بيستخدموها في الحرب زمان؟ حربة آلة كده، حاجة من حديد زي الخنجر. الحربة يعني آلة قتالية من حديد، وما بين أذن الفرس حاطط الحربة دي، يعني ساندها عليه. فبعدين شاف اللص ده فأقبل عليه وقتله بالحربة دي. فرد عليه أبي معلق بيقول له إيه؟ أنت جيت لي منين؟ أنت أنقذتني من اللص، أنت جيت لي منين؟ أنا ملك من السماء الرابعة. أنت دعيت دعاء، أنا سمعت صوت قعقعة في السماء، وبعدين دعيت دعاء تاني فسمعت في أهل السماء ضغيض. الدعاء ده اللي بيتقال ده، يا ودود ويا مغيث أغثني وعزك الذي، في إيه؟ ولما دعيت بدعائك الثالث، لما قلت يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني، والله العظيم جسمي أشعر، ده بقى دعاء مكروه. الملك قال له رب العالمين وليني أمره يا رب، فربنا سبحانه وتعالى أمره بإنه يروح ينقذه من إيد اللص. فشوفوا مدى قوة الدعاء والكلمات. أصل الكلمات اللي في الدعاء دي مش سهلة برضه، الكلمات اللي في الدعاء دي قوية. يا ودود، يا الله، يا ودود دي يتقال فيها كلام، اسم من أسماء الله الحسنى. وبعدين عزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبرحمتك، سأل رب العالمين برحمته. ركزوا، برحمته يعني ربنا سبحانه وتعالى رحيم، يعني بيسمع عباده وبيرحمهم. وبعدين لما قال له يا مغيث أغثني، خلاص بقى أمن يجيب المضطر إذا دعا. خلاص يا مغيث أغثني، أنا مفيش حيلة ليا، خلاص يا رب أغثني، يا رب ارحمني، يا رب الحقني يا رب. دعائه ده زلزل السماء، رج السماء رج، لدرجة إن ملك من كتر الدعاء والكلمات والأصوات دي يعني طلب من رب العالمين إنه ينزل. طيب نستفيد إيه من الدعاء ده؟ نستفيد إن إحنا لما نكون حزانة، مكروبين، عندنا أمر شاق، عندنا أي حاجة، رايحين الامتحان بمناسبة الثانوية العامة، والبنات الكتير اللي بيكتبوا لي حبيبات قلبي الدعاء ده حلو قوي قوي. ده لو انت في قلب اللجنة كده وحاسة ان انت نسيتي سؤال من اللخبطة، او مش عارفة تجاوبي، او في حاجة واقفة عليكي، او انت الامتحان بكرة وحاسة ان انت مشتتة، قولي الدعاء ده. لو انت نفسك في زوج صالح، يا رب يا مغيث أغثني بالزوج الصالح، يا ودود يا ودود، ونطلب من ربنا. لو انت عليكي دين، يا رب يا رب فك كرب يا رب. لو انت في ضيقه، لو انت في مشكله، لو انت في خوف، لو انت مع اختلاف جميع الاوجاع بتاعتنا، ونقول الدعاء ده ونشوف فرج رب العالمين، وعن يقين، عن يقين مش عن تجربه. فعلا فعلا انا ليا قصص مع الدعاء ده، وسبحانك يا رب ربنا كريم. وعايزه اقول لكم ان انا كمان قبل ما اسجل لكم الفيديو ده، انا صليت 4 ركعات ودعيت ربنا سبحانه وتعالى باللي نفسي فيه يعني. فان شاء الله هقول لكم التجربه تاني بقى مع اللي انا دعيت بيه باذن الله، عشان يقينا ان كل اللي دعيت بيه هيحصل. بس انا دايما بسيب كل حاجه وقتها، اوعوا تفرطوا فيه، كنز كنز، التزموا بيهم وقت الكرب، وقت ما تكونوا موجوعين. بحبكم جدا جدا، واتمنى من رب العالمين انه يدخل السرور على قلوبكم. وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، وان شاء الله استنوني في الفيديوهات اللي جايه على خير، واسيبكم في رعايه الله، ومع السلامه.